السلام عليكم البنات ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وبصحه وعافيه ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. ان شاء الله اليوم جيت لكم بوصفه جديده، وصفه مكونات كما عودتكم دائما اغلبها كتكون في المطبخ، وحتى اللي ما كتكونش متواجده دائما في المطبخ يعني مكونات سهل الحصول عليها، تلقاوها دائما عند العطارين، والثمن ديالها كيكون دائما مناسب كما تعودتوا معايا، مناسب ورخيص، يعني ثمنها رخيص يعني لا يذكر. وصفه اليوم وصفه رائعه جدا لتجديد البشره، كتساعد على يعني حيد التصبغات من البشره، وكتعطي التجاعيد الناس اللي عندهم تجاعيد في البشره ديالهم، يعني هذا محفز للكولاجين، لانه وصفه غزاله بزاف، كتكون واحد المكونين اساسيين اللي كيجدوا البشره، غنيين بزاف بزاف مضادات الاكسده. كما كتشوفوا اللي عندنا هنا هو قشور الرمان. قشر الرمان بعد ما كنيبسوهم، انا هادو يبساهم غير في الدار، والا ما عندكمش في الدار دابا مع لقيت تقريبا سال الرمان ما بقاش، تلقاوهم عند اي عطار كيتباعوا، راه رخاص. قشور الرمان مطحونين. قشور الرمان البنات كما سبقت قلت لكم غنيين مضادات الاكسده، يمكن تقريبا غنى من الفاكهه ديال الرمان، من اللب ديال الرمان نفسه. القشور ديالو غنيين جدا، زايد بزاف المعادن، فيهم بزاف الفيتامينات، رائعين بزاف للبشره البنات، يعني كيساعدوا على تجديد البشره وعلى انتاج الكولاجين في البشره، كيشدوها وكيصفيوها يعني حتى البقع وكل شيء. المكون الثاني اللي هو اللوز، حتى هو اللوز راه غني حتى هو جدا، واحد المصدر رائع لمضادات الاكسده، ولا فيتامين او كنعرفوه حد يعني اهم مضادات الاكسده، ولا فيتامين ا، رائع جدا خصوصا البشره الجافه، كيعطيها واحد الليونه فيها. اللوز بهذا الشكل انا طحناه، غير حاجه واحده انا طحناه بهذا، لان يمكن معظم الوصفات ديال التجميل اللي كدار باللوز دائما كنفسخوا اللوز. انا هنايا خليته علاش؟ لان القشره ديال اللوز حتى هي غنيه بفيتامين او، فيها واحد النسبه كبيره فيتامين او، فاللي نديرو اننا فقط نمسحوه، نحاولوا بلا ما نغسلوه نمسحوه فقط مزيان من هذاك الغبره اللي كتكون فيه، ومن بعد نطحنوه بهذا الشكل كما قلت لكم بالهادو ديالو بالقشور ديالو. اللي كنخلطوه نتوما لكم الاختيار، انا هنا كنخلطو بالياغورت طبيعي اللي هو الطبيعي، هادو ديالو الفوائد ديالو شحال مره هضرت لكم عليهم، والعسل العسل حتى هو طبيعي. العسل انا دايره في هذه، ولكن هذا راه عسل حر، انا غير دايره في هذه البواطه هذه باش يسهل عليا استعماله. هذا يعني عسل بيور ديال النحل حر، شاريه انا ودايره في هذه البواطه هذه كما قلت لكم باش يسهل عليا استعماله. تقدروا هذه الوصفه هذه، المهم المكونين الاساسيين اللي قلت لكم فيها هما هذا اللوز وقشور الرمان. الناس اللي عندهم البقع السوداء يقدروا يزيدوا لها الحلبه، حتى هي كتجي رائعه مع هذه الوصفه هذه. تقدري تزيدي حليب نيدو، تقدري تخلطيها بالناس بالنسبه للتجاعيد يقدروا يخلطوها بصفر ديال البيضه، ولا يمكن ولا بيض ديال البيضه، يعني لكم الاختيار. المهم غير الا جمعتوا هاد جوج الفوائد زدتوا لهم، كل ما زدتوا كل ما كتزيدوا تغنيوا الوصفه وكتعطيوها يعني فائده اكثر ان شاء الله. نبداو على بركه الله. كناخذوا معلقه صغار من كل حاجه من هذا الشيء، معلقه صغيره ديال القشور المطحونين، معلقه صغيره ديال اللوز مطحون شويه. كما قلت لكم تقدروا تزيدوا لها الحلبه، طرشي بالنسبه للبنات اللي عندهم الطبايه الحلبه غزاله البنات، غير زيدوها عليها معلقه حتى هي ديال الحلبه. بيض البيض ولا الصفر ديال البيض، الحليب نيدو حتى هو كيجي معاها الا زدتو، يعني انا مره كنزيد معاها هذوك المكونات، دابا ما بغيتش نزيد معاها صراحه لا الحلبه، شي حاجه بركه غير هكا زوينه بالنسبه للسيدات اللي كبار في العمر اللي عندهم التجاعيد في الوجه ديالهم، بالنسبه كاع لدوك علامات تقدم في السن، التبقع في الوجه، البقع اللي كيكونوا في الوجه السوداء، التجاعيد، المسامات الواسعين. عجيبه هذه الوصفه هذه، جربوها ان شاء الله وردوا عليا الخبر. كتخلوا على الوجه ديالكم تقريبا واحد حتى ل 15 دقيقه، حاولوا شويه تعطلوا على الوجه ديالكم حتى ل 15 دقيقه، خليوها في الوجه ديالكم تقريبا استعملوها 2 مرات في الاسبوع. انا متاكده الا جربتوا هذا الماسك هذا، الا جربتوه وتبعتوا بانت لكم النتيجه ديالو، غادي تخليوه يعني في الروتين ديالكم دائما، مره تعاودوا ترجعوا ليه. ماسك زوين، وكما شفتوا مكونات سهله ماشي شي حاجه، وغنيه جدا بهذا سمعوش. كاين بزاف البنات كيسولوني كيقول لي علاش هذه مع هذه ولا هذه، انا يعني اي ماده فاش كنجيب لكم شي حاجه جديده، شي عجبه جديده ولا شي حاجه كيبقاو تساؤلات، غير دخلوا ديروا عليها يعني حاجه بسيطه، دخلوا ديروا بحث مثلا على قشور الرمان، الفوائد ديال قشور الرمان للبشره، وغادي تشوفوا واحد الفوائد رهيبه جدا. دخلوا ديروا على اللوز غتلقاو فوائد خطيره بزاف، يعني كل حاجه دخلوا ديروا عليها وتشوفوا. راه ماشي غير كنجيب لكم الوصفه وكنجي كنحطها، كنجي كنخربق من المطبخ ديالي، راه عارفه شنو كنقدم وعارفه علاش كنهضر. هادشي فقط اللي بغيت نقول، غير بالنسبه لبعض البنات اللي كيبقاو يسولوني علاش هادي مع هادي، وعلاش كيفاش هادي وكيفاش هادي، فقط يعني مجرد توضيح.
شكرا لكم البنات، كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، وشكرا بزاف 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 للتعليقات مؤخرا، ولات كتوصلني شي تعليقات زوينين بزاف. شكرا لكم والدعم ديالكم البنات، وما تنساوش لايك الفيديو، وشكرا لكم بزاف، والاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي ما مشاركينش في القناه. ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد، وفي امان الله والى اللقاء.